تخيلوا لما القطعة دي تبقى ب50 جنيه. هي ماركة ماركة ايه يا سارة؟ مسلو مش عارفة. انا جيت يا جماعه. عاملين ايه؟ النور قطع بس هصور برضه. جبت شوية هدوم اونلاين، قلت اوريها لكم ازاي بستلمها وازاي شكلها اول ما بستلمها، وبعد كده نبقى نطقمهم مع بعض، عشان انا دايما بوريها لكم وانا لابساها، بس انا عايزه النهارده اوريها لكم وانا لسه مستنياها. انا استلمتها بالليل وكنت عايزه اصورها باي طريقه، مش قادره استنى اشوف الحاجات دي. قلت لا لازم الصبح عشان الاضاءه. اول ما صحيت قلت يلا عشان نصور، يعني انا لسه ما فطرتش. اعدلي الشاشه عشان الشاشه هتكبر معانا. يلا بينا. كل حاجه هتظهر لي لون اسود عشان انا حاجاتي كلها اسود. اصبروا انا جايبه الوان تحت. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. بصوا مش عارفه ده ايه، ده ايه؟ استنى عشان انا معرفش ده ايه. هي حاجه شكلها حلو بس مش عارفه ده ايه. واو دي جيبه. بصي جيبه، الله حلوه قوي، فعلا حلوه قوي. بصوا تفاصيلها، النور قاطع بس انا يعني هنشوف الحاجات دي كلها في اللبس. يا رب تطلع مقاسي بس. استنوا، الجيبه دي صنع في مصر بجد. ايه ده؟ بصوا انا مش متخيله جمالها وحياه ربنا، اقسم بالله انا مش متخيله اصلا الديزاين بتاعها من تحت كده. بصوا يعني فيها شكل كده وفيها بطانه من تحت. لا اصبروا بقى عليا كده نلبسها، انا عايزه النور يجي عشان نشوف الحاجات على النور. دي تاني جيبه كنت جايباها كحلي. انا بلبس جيب كتير، فالبيج دي بحب اجيب منها جيب. بصوا الجمال، بصوا مفتوحه من هنا من قدام. يا رب تيجي مقاسي يعني، يا رب تيجي مقاسي. بصوا حلوه قوي، الزراير بتاعتها نحاس كده حديد. مصنوعه فين دي؟ في مصر، مصنوعه في مصر، يعني مصنوعه في مصر. انا والله العظيم اقسم بالله انا مش مصدقه، يعني انا متحمسه قوي. بصوا انا متحمسه عشان انا رياكشناتي بتبان وانا لو مسكتها من غير الكاميرا هعمل نفس الحوارات ده، بس ممكن ارقص ولا حاجه. بصوا هي شموع كده يعني على قميص اسود بقى. ايه ده؟ بص بقى ده فستان فينتج، ده على فكره ده انا ما طلبتوش، انا هو مش عارفه جاي لي هديه، انا ما طلبتش ده ولا جاي لي غلط، هشوف الحوار ده. بصوا ده فينتج حلو قوي، لونه حلو. وبصوا زرايره يا جماعه، بصوا زرايره كليوباترا اللي مرسومه على الزراير. بصوا زرايره، الحاجات القديمه دي مفيش زيها والله العظيم. تشغيل الدماغ ده، الناس كانت بتعمل حاجه باسلوب راقي وناس هاديه كده كانت بتفكر. بصوا يعني، بصوا الوانها حلوه جدا. في زرارين من هنا كمان، مش عارفه ده يجي مقاس ولا لا. ان شاء الله يجي مقاس. انا قلبت، انا نسيت اقلب الكاميرا، هقلبها وانا اسفه. جهزي نفسك للكاميرا الكبيره، اعملي كده. ده حلو قوي واوفر سايز كده. تخيلوا لما القطعه دي تبقى ب50 جنيه. لما القطعه دي انا شايفاها ب50 جنيه، بس انا مش عارفه ميد ايه. لو مصري يبقى كده مصر، يعني كل حاجاتها عجباني. لا ميد ان شاينا. هي ماركة ماركة ايه يا سارة؟ مش عارف ايه كده، مسلو مش عارف، وخلاص اي حاجة. بصوا دي انا عندي ليها بادي هيكول كده في تركواز في اخضر، فانا جايباها عشانها، بس كنتش متخيله ان هي تطلع بالحلاوه دي. نيجي بقى على القطعه اللي بعدها، جيبه. دي ماركه جيبي كوليكشن. انا اشتريت منه حاجات قبل كده بس كان من مول من سيتي ستور. بصي جيبه عسوله قوي، عسوله قوي قوي.
هي بس عايزه شويه حاجات بسيطه كده تتعدل فيها، ويعني هي صوف وحلوه قوي، حلوه قوي يعني. يعني دي بقى على بوت كده، مش عارفه النور هيجي امتى خالص. شريبه شمواه تاني، لونها جميل. انا اول مره في حياتي اجيب اللون ده. هو لون اورنج او اصفر او عدسي او مستردة، مش عارفه، بس هي كبيره، بس هي يعني هظبطها، وهي لسه جديده بالتيكت. انا كنت شاريها ب70 جنيه. تخيلوا ان جيبه شموات زي دي، بصوا جميله قوي ازاي، بصوا اللمعه بتاعتها ب70 جنيه. انا لسه هضيقها، يعني انا هضيقها، بس انا مش عارفه هي مصنوعه فين اهي. مش عارفه هي مصنوعه فين. بصوا هي مصنوعه في فرنسا، ميدل فرانس بجد. 70 جنيه. ده لا، ده كوليكشن لسه طويل، اوعي تزهقي. دي بلوزه كتين بس شفافه كده وجديده. هي ماركه اسمها نيو موتس، اول مره اسمع عنها. وان سايز، يعني هي ملهاش مقاسات، هي وان سايز كده. هي يعني فاهمين، تتلبس مثلا على مايو بفتحه كده من الجنب. بصوا الفتحه، كل ده يعني حلوه قوي. دي كانت ب50 جنيه اعتقد. هتيجي مقاس يعني، بس هي عايزه تتكوي عشان هي الاوردر عمل لها كده. ده ايه؟ ده ايه؟ انا اغلب الحاجات لونها جايه لونها اسود، عامله انا جايبه لكم الوان، بس انا ما خدتش بالي انا طالبه حاجات. لا، الالوان اهي. بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا بقى الفستان ده. بصوا بقى الفستان ده، مفيش هزار فيه. هو نرجي ولا ايه؟ لا لسه. بصوا الفستان ده. بصوا المفروض ان هو يتلبس كده كده. بصوا انا مش عايزه اقول لكم عشان الكاميرا هتفصل وحاجات كتير هتغلط، بس بصوا هيبقى كده، وهلبس تحتيه قميص اوفر سايز كده. بصوا دريل، ده دريل. دريل 75 جنيه او 70 جنيه. انا فرحانه قوي ان انا جبته، وقماشته حلوه ومقاسه حلو، كل حاجه فيه حلوه، كل حاجه فيه حلوه بجد يعني. انا فرحانه بيه قوي. ده بقى انا فرحانه بيه بجد. ده بقى مصنوع فين؟ هو مكتوب عليه بوم، هو بوم فعلا يعني، بس مش عارفه مصنوع فين، مش مكتوب عليه تيكت تاني. حلو قوي والله العظيم. ده انا فرحانه بيه قوي. اسمها ساره. الماركه اسمها ساره. عملوا لنا ان انا مرتاحه لك نفسيا من الاول. بصوا بقى، دي جيبه اللي هي الواسعه دي، اللي هي بتبقى متخيطه من اللي هنا، ومشيتها على فكره حلوه، ومشيتها حلوه مش زي اللي بتتباع في الشارع. مشيتها حلوه، وكانت ب25 جنيه. يعني لو انا حتى ما لبستهاش حتى، بس انا هلبسها بطانه تحت الفساتين القصيره عشان هي طويله. بنطلون بينك اخيرا، حاجه ملونه ظهرت. حلوه قوي. بصوا عامل ازاي، بصوا زرار عسول بجد. بصوا على فكره التفاصيل البسيطه بتبقى هي اللي بتبين جوده اللبس. يعني ممكن لو يعني انا ساعات والله العظيم بيبقى في قطعه عجباني قوي، وبتقف معايا ان السوسته بتاعتها مش عجباني، السوسته بتاعتها شكلها كده رديء، ما بجيبش بقى المنتج كله على بعضه. ففعلا التفاصيل والحاجات اللي هي الكماليات دي هي اللي جوده المنتج. انا هقف عشان تشوفوا الحاجات ظاهره اكتر كده. كويس الاوردر اهو. هنكمل بقى. بص الجيبه دي شموع عجبتني قوي. مش عايزه اقول سعرها عشان انتوا هتتخضوا وهتقولوا عليها ساعات، هتحسدوها من غير ما تكونوا قصدكم، عشان هي ب15 جنيه. ب15 جنيه بجد. بصوا حلوه قوي يعني، ستايلها غريب كده، وفي حاجات في دماغي عايزه اعملها. المفروض ان هي هتتلبس يعني بصوا. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. انا نفسي النور يجي، نفسي النور يجي، وفي نفس الوقت مش هينفع ابطل تصوير عشان انا خلاص لبست وجهزت نفسي، وانا انسانه كسوله، ولو اجلت الموضوع هاجله. انا لسه مستلمه الاوردر وعايزه اشوفه، فقلت اوريه لكم انا يعني عشان يعني تشوفوه معايا. واو واو. الفستان ده انا خدته، طلبته، بس كنتش عارفه ان هو قماشته حلوه كده، قماشته حلوه. عارفين الامهات لما بيقعدوا ينقوا حاجات قماشتها حلوه علشان تستحمل. بصوا الفستان
واحلى حاجه عجباني ايده، عشان ايده انا بحبها، الايد اللي هي بتبقى نازله على واسع. بالامانه انا كنت جايباه علشان عامله فستان كروشيه، وكنت جايباه ده للبيتون عشان نفس لون الفستان بالظبط. بس حاليا انا هلبسه ممكن لوحده عادي، يعني بطانه او لوحده، لان هو لا متكلف. ده بقى بنطلون واو حلو قوي لونه. بص انا اول مره اجيب بنطلون ملون منقوش، هو اخضر على زيتي، اخضر على زيتي، بس قماشته حلوه قوي. انا كنت فاكره ان هو شتوي بس هو طلع صيفي، بس هلبسه. وبصوا اهو رجليه وايد ليج كده وحلو قوي. انا في بنطلون ما وريتهولكوش، طلعته من الشنطه ما وريتهولكوش. ده بنطلون زيتي، بصوا بقى ده جميل جميل. ده وايد ليج، بصوا وايد ليج خالص، رجلي واسعه طبعا. وايه ده في فتحه من هنا، ده جميل. وده كان ب20 جنيه. ايوه بصوا بقى حلو حلو قوي. اكيد في حاجه غلط عشان يبقى ب20 جنيه. يعني كمان في جيب، يعني في جيب، ده في جيب واحد عشان كده هو ب20 جنيه صح؟ لا الجيب التاني هو، انا ظلمت المصنع. امال في ايه؟ دي بلوزه صيفي عجبتني قوي، حسيت ان هي عجباني، لونها غريب وعجباني، وفي ستايل في دماغي عايزه اعمله ليها اهي. انا في دماغي ان انا ممكن اغير الزراير، احط مثلا زراير لونها ابيض صغننه بس، وهي طويله. وبص بقى اللي عجبني فيها ان هي التليفون بيرن، هرد وأقول. بصوا هو حاليا جالي مكالمه لازم انزل، بس انا هوريكم اخر قطعه دي علشان انا اللي ماسكاها. بصوا بقى مفتوحه من الجناب كده، وهي كانها دريس يعني، بس عايزه بنطلون جينز وايد ليج من تحتيه، وعايزه البس لها طرحه لونها بني. انا حاسه ان انا شكل حمام السباحه قوي لما البسها، يعني حاسه ان انا بسين ماشي في الشارع، الناس تقول لي الاشتراك بكام. بس انا لسه يعني في حاجه في دماغي هعملها. بصوا تفاصيل ايديها على الصوره قوي. لا أنا لازم اقفل الفيديو فعلا عشان في ناس كمان هجوم جاي من الشارع بياعين، ويكون النور جه. يعني انا ان شاء الله اما ارجع هصور لكم بقيه الكوليكشن ده، ويكون النور جه. يلا باي باي مؤقتا.